السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعملين فيديو جديد وروتين جديد. النهارده هنعمل نغسل الغلة دي هنعملها البليلة دي هنعمل بها برغل عشان نعمل بيه الكشك. انا هغسل الغلة واحطها، ننقعه نبيته، يعني ياخد نقعة كده يبيت لتاني يوم الصبح في المية. بس هنغسله الاول كويس خالص وننضفه كده عشان ايه تبقى الميه كده لحد ما الميه تبقى نظيفه وحلوه. وبعد كده نسيبه في المعون لحد تاني يوم الصبح. وبعد كده ايه نغسله برضه ونحطه على النار. لاحظوا ان الكميه ضعيفه قليله، اول ما قبلت تاني يوم الصبح هتلقوا الكميه زادت بملت العجان طبعا، لان لانت في العجان وزادت خالص، فبقت كميه كبيره. بس هو نغسل الغلة غسل فم واتنين وتلاتة عشان المية لحد المية ما تبقى نظيفة خالص. بس كده احنا خلاص غسلنا الغلة. بس بصوا المية نظيفة كيف، المية نظيفة خالص. بس كده هنسيبهم لتاني يوم. نسيبهم لتاني يوم الصبح. اللي معايا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد مني. احلى متابعين في الدنيا، ربنا يخليكوا ليا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي ما اشتركش في القناة يشترك، واللي ما عطاش لايك يدي لايك. بصوا الصبح صحينا الصبح طبعا طول الكمية زادت كيف في العجان طبعا، لما ليناها في العجان زادت. لازم القمح لما تكوني هتسلقيه لازم تلينيه من الليل علشان ما ياخدش معاكي سلق كتير. طبعا هنا خلاص كده هنقصهم بعد كده عشان مش هينفع يتحط على النار. ادينا نقصناهم في ما نقصنا الكمية يعني في العجان ده، مش من شوية وده شوية على اساس نحطه على النار لما يتسلق. والكمية التانية برضه هنسلقها بعد ما تخلص الكمية دي. بصوا كده احنا حطيناهم على البوتاجاز الصغير، لان مش هينفع يتحط على البوتاجاز الكبير، لان مش هينفع يشيل العجانين. بصوا ولعنا عليهم النار وهيسيبهم كده لما لك يستووا. هما هياخدوا معانا ساعتين على النار، ساعتين سلق. شوفوا ساعتين وانا نقعاه، مش حل لما نقعاهش هيقعد كام ساعة كده ما يبقى الغلة بتاعت البليلة تفقع كده وتبقى بليلة. بصوا كل ما ريحة هو الأخت بتغلي البليلة بتغلي على النار. ده لما هتخلص خالص تتسلق. النهاردة طين ضرب نار عاملين بليلة، وهنعمل أكل برضي، هنعمل رز معمر. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. احنا ان شاء الله الفيديوهات الجاية هتبقى كلها ضرب نار ان شاء الله، تبقى كلها حيوية ونشاط. كل ما تشرب المية نزيدها تاني، كل ما تشرب المية نزيدها تاني. يعني احنا بصوا شربت المية اللي فيها وهنزيدها، زدناها مية تاني، كل ما تخلص المية برضه هنزيدها. بصوا كل ما رايحة تستوي. بس برضه عايزة تاني مية. بصوا يعني كل شوية، كل حوالي ربع ساعة كده او حاجة بحط لها مية، كل ربع ساعة بحط لها مية. يعني حطيت لها في الساعتين اللي انا سلقت فيهم حوالي 5-6 مرات. بصوا وخلاص كده خلاص استوى كده، هو خلاص استوى. هنجيب الوقت العلاقة ونحط فيه على اساس
البليلة تتصفى، لان مينفعش تتنشر على حصيرة. طبعا هنجيب حصيرة نظيفة ونفرشها، نحط عليها البليلة دي، بس مش هينفع ننشرها كده. رحت هنعمل فراخ مشوية، وهنعمل صينية بطاطس. ضربنا الطماطم والبصل وفلفل وحطيناها عليها، وبرضه عملنا صينية بطاطس نفس الكلام، صينية الفراخ وصينية بطاطس. ورجعنا تاني للبليلة، هنشوفها استوت. هي كده خلاص استوت. بصوا كده هي خلاص، كده هي مش عايزة حاجة تاني على النار. هنجيب العلايق نفضيها نفضي العجان كل عجان في علاقة. بصوا اهي خلاص كده، هو استوى خلاص. فضيناه يتصفى في العجان في العلاقة اهي. ادي العجان التاني برضه فضيته في العلاقة التانية، وكده خلاص استوى. كده هنستناه اما يتصفى خالص ويبرد شوية، وبعدين نروح نكبه على الحصيرة، لان مش هينفع نحطه بالمية بتاعته. ده الرز المعمر. نحط كمية الرز، نحط له ملح، حاطين اللبن على النار يغلي اهو. طبعا الكميات دول مكانوش هيقضوا، هنزيدهم بالمية طبعا. بص البليلة، انا حطيت شوية بليلة حطيت عليهم السكر، وهناكل منهم. بصوا حطينا شوية سكر عليهم. اللي يحب يحط عسل، في ناس بتاكله باللبن، انا بحبه بحط عليه شوية سكر كده وباكله. ما بحبش اللبن، مقدرش اكله باللبن، هيبقى تقيل. حطينا ملح للرز. نعمل احلى طاجن رز معمر على الفرن. احلى طاجن رز معمر على الفرن. بصوا ونحط اللبن عليه كده. هو هيعوز، انا ما عنديش قشطه، هو كان هيتحط له قشطه بس انا مش عندي قشطه. انا هستناه لما خلاص يستوي واحط له اما في حدود 3 معالق سمنه كده على الوش، بس بعد ما يستوي خالص. بس كده احنا كده زدناه وهنحطه على الفرن اهو. احلى طاجن رز معمر على الفرن، صينية بطاطس وصينية فراخ. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد مني. وبكده خلاص الفيديو بتاعنا يبقى خلص، واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.